تم تداول واحد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. واحد الشخص جزائري في الجزائر قام بسرقة 437 مليون سنتيم جزائري، اللي كتعادل مغربية شي 305 ألف درهم، بالسنتيم شي 30 مليون و100 ألف ريال بالحساب المغربي. الطريقة الإخوان سد السرقة ذكية احترافية، يعني ديك الشيء في وسط الشارع والمارة ماشي شي باجي حتى واحد ما عرفو راه كيسرق بطريقة احترافية عالية الجودة. غنخليوكم مع هذا الفيديو ونكملوا. سنبدأ معكم مشاهدينا إذن هذه الحلقة من الجزائر، حيث رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام لص بسرقة مبلغ من المال قدر بنحو 437 مليون سنتيم من داخل سيارة. ولعل هذه النقطة الأبرز والتي أثارت الجدل، حيث ظهر اللص وهو يكسر زجاج السيارة بطريقة سلسة دون معاناة، أخذ المال وفر مع شريكه بالدراجة النارية في حي قايدي برج الكيفان. حالة من الدهشة والاستغراب عبر عنها ناشطون على منصات التواصل إثر هذه السرقة. منهم من قال: استعمل أداة خاصة لكسر الزجاج، ولكن كيف عرف أنه يوجد كيس من المال؟ إلى تعليق ثان: عمري ما شفت زجاج يتكسر بهذه السهولة. وهنا تفاعل أحدهم عجيب في التعليقات: كيفاش كسر الزجاج؟ يد السارق فيها أداة كان حاكمها بيديه على ما أظن، بيوجب طريقة قديمة يكسر بها. وفي تعليق أخير: هذا خبير وهو يعرف الشخص مول السيارة، قد يكون ميكانيكي. كما شفتوا طريقة، يعني السيد كيبان واقف قدام الطوموبيل، واقف وصافي، فرا مشات عين الطاق ضرب على الزجاجة، كأن الزجاجة مصنوعة غير من السكر، ماشي مصنوعة من الزجاج. يعني اللي يصنع كيكون في السيارات، الزجاج ديال السيارة كيكون يعني نوعا ما مقاوم للكسر. هذا كيفاش كسر بديك الطريقة هذه طريقة احترافية، ويكون عنده هذا محترف، يعني يكون عنده طريقة اللي بدا بها الزجاجة، دار رشم الزجاجة مثلا في الاخر غير ضربة كما كتشوفوا في الافلام. داكشي اللي كاين يعني بسهولة. المبلغ ديال المال كان تما منزل، هذا باين كان حاضي شي واحد هذاك اللي تم السرقة ديالو. يعني ما يمكنش انت سيارة واقفة فيها شي شنطة لداخل فيها شي حاجة غتعرف فيها الفلوس، ما يمكنش. اذا هذيك تما غتكون هذاك يعني السارق غيكون عارف الطوموبيل وشنو فيها الى اخره. اذا الاخوان طريقة غريبة عجيبة احترافية. هذا الفيديو هذا فيديو توعوي، خصكم تفهموا هذه القضية. اي واحد الطوموبيل ديالو ما تبقاوش غتوقفوا فيه، ما كوقف وسد خرج من الطوموبيل وقفه طلع فرانه مالو سير. حتى البارك من الاحسن نزلوا الطوموبيل ديالكم في البارك اللي كيكون عنده باب، في البارك اللي كيكون عنده مثلا واحد الحاجز، واحد كذا اللي كيكون اكثر امانا. اما غير وقف الطوموبيل ديالك في الشارع بلا بارك لا والو، سير اسمح فيها سير هذا الثقة ما خصهاش تكون. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو هذا. المهم الاخوان جي من الفيديو، بارطاجي الفيديو. الا كنت جديد معنا، الا كنت كتشاهدني اول مره، دير متابعه للصفحه باش يوصلك الجديد. تبارك الله عليكم.